أغرب شعوب الأرض وأكثرهم رعبا، يأكلون أجساد موتاهم ويحنطون جثثهم. أكثر القبائل عزلة، يرفضون الحياة الحديثة وأي شكل من أشكال الاتصال الخارجي بالعالم. يحاربون من أجل البعد عن الإنسان، ويعيشون بصفات جسدية مرعبة، فأطلقوا عليهم قبائل الرعب. فما يفعلونه من عادات لن تصدقوه. بعدما غزت التكنولوجيا عقول البشر في عالمنا حتى أصبح رهنا لها، تجد في كل زمان مجموعة من البشر تنجو مما يفرضه تطور الحياة عليها، وتعيش حياة الطبيعة محافظة على تقاليدها التي يعود بعضها إلى آلاف السنين. لا يعرفون شيئا عن التطور، مما يزيد الغموض حول واقع حياتهم. أول هذه القبائل كانت قبيلة الفدومة الإفريقية أو شعب النعامة، ذات العادات الغريبة التي لا مثيل لها في أي مكان بالعالم. تعيش قبيلة الفادومة شمال زيمبابوي على ضفاف وادي نهر زامبيزي. عرفت وتميزت عن باقي قبائل العالم بحالة وراثية نادرة تعرف باسم انعدام الأصابع، حيث تفقد الأصابع الثلاث في منتصف القدم، أما الإصبعان الخارجيان فتجدهما منحنيين إلى الداخل فيما يشبه قدم النعامة، مما جعلهم يشتهرون بشعب النعامة. أما عن سبب ظهور تلك الحالة الوراثية فيرجع إلى أن قانون القبيلة أوجب عليهم زواج الأقارب من القبيلة فقط. والغريب أن شعب تلك القبيلة يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، ولا تمثل تلك الحالة مشكلة صحية لهم ولا تعوق تحركاتهم، بل تساعدهم أقدامهم على تسلق الأشجار، لكنهم لا يستطيعون الركض أو استخدام الأحذية. كما يعيشون على صيد الأسماك وجمع الفواكه، لذا تتسم حياتهم بالبدائية. لكن أتعلمون ما هو الأغرب؟ يعتقد أبناء تلك القبيلة أن أسلافهم القدامى خرجوا من شجرة الباوباب، والتي تعرف أيضا بشجرة خبز القرود، لأنها الفاكهة المحببة للقردة. ولم تنتهي الأسطورة إلى هنا فقط، بل تشير أيضا إلى أن هذا الشعب هو من السحرة الذين لديهم القدرة على الاختفاء بين الأشجار داخل الغابات. والعجيب أن هذا الشعب ما زال موجودا إلى يومنا هذا، وهم يعيشون بمنازل بدائية رغم أنهم بدأوا بالاتصال مع القبائل المجاورة، إلى أن هذا الاتصال ما زال محدودا. لكن لم تكن هذه القبيلة الوحيدة هي التي ستتعجب من عاداتهم عند سماعها، حيث تليها قبيلة الباجاو، ويلقبون بغجر البحر أو بدو البحر، لأنهم أول بشر عرفوا بقدرتهم على التكيف وراثيا مع الغوص لقاع المحيط دون أي معدات. إنها القبيلة الإندونيسية التي تعيش منذ أكثر من 1000 عام قبال سواحل إندونيسيا. لم يستطع أفرادها الغوص إلى قاع المحيط بسبب مهاراتهم القوية، بل إنهم يستطيعون القيام بذلك بفعل طفرة جينية فريدة في أجسامهم، حيث يعيش شعب الباجاو في قوارب منزلية ويقضون جزءا كبيرا من حياتهم في البحر. في قاموس شعب الباجاو لا يوجد مصطلح وطن، فهم يتنقلون من منطقة لأخرى بحسب توافر الأسماك ووفرة الثروات البحرية، والتي يستخدمونها للبقاء على قيد الحياة. والمثير للاهتمام أنهم الشعب البدائي الوحيد الذي يعلم بالتطور المحيط به، إلى أنه لا يعترف بالعملات النقدية ولا يملك أوراقا ثبوتية أو بطاقات هوية، ولا يقيس الوقت كما نقيسه نحن، وإنما بحسب حركة المياه والمواسم. فيتساءل الكثيرون عن السر الكامن وراء قدرتهم على الغوص لقرابة 60 مترا تحت سطح الماء من دون أي معدات للغوص، حيث تطور شعب الباجاو بيولوجيا مع مرور الوقت ليتمكنوا من العيش تحت سطح الماء. وبحسب الدراسات فهم يمتلكون طحالا أكبر نسبيا ممن يعيشون على اليابسة، والطحال هو الذي يزود دمهم بالأكسجين ليتمكنوا من الغوص لفترات أطول. ليس هذا فحسب، فالأمر الصادم هو أنهم يقومون بتمزيق طبلة أذنهم منذ الصغر عمدا ليتمكنوا من تحمل ضغط المحيط. ولكن لسوء الحظ فإن نمط حياة البدو البحري لشعب الباجاو يتعرض للتهديد بشكل متزايد لدرجة تهدد بزواله،
لأن نظام حياة الباجاو لا يتوافق مع سياسات العديد من الدول الحديثة، وقد أجبر العديد منهم على الاستقرار على الأرض أو في القرى المبنية على البحار. كما يمارس بعض الباجاو في الصيد ممارسات تضر بشكل مباشر البيئات التي يعتمدون عليها، حيث يقوم بعض الغواصين بأخذ أقراص سيانيد البوتاسيوم في زجاجات بلاستيكية مليئة بمياه البحر، والتي يمكن بعد ذلك رشها على الأسماك لصعقها لسهولة الصيد، فتؤدي هذه الممارسة بسهولة إلى أتلاف الشعاب المرجانية الحساسة التي تشكل للبيئة العديد من أنواع الأسماك التي يعتمد عليها في الغذاء. كما أن أسلوب حياة البدو البحري جعلهم مجموعات مهمشة لا تتمتع بحقوق المواطنة نفسها مثل نظرائهم الذين يعيشون في البر، وزيادة الصيد الصناعي تجعل من الصعب عليهم العيش على الصيد، لذا يختار الكثيرون مغادرة البحر والعيش على اليابسة. فهل تعتقد أن هذه القبائل موجودة بالفعل أم مجرد أساطير من وحي الخيال لعاداتهم الغريبة؟